للأسف هاد البنت جر عليها الأب ديالها ورماها للزنقة. شنو هو الذنب ديالها؟ الذنب ديالها وهو أنها تخلقات معاقة. ما بابا جرأني لحقاش قال لك ما كيولدش اللي معوقين. قال لك هما بالعائلة ديالهم ما كيولدوش اللي معوقين. لا ومرتاح العائلة ديالي لاباس عليا ماشي زعما، ولكن أنا قلت لهم زعما هدوني أوروبا وحطوني ما ندوش عندكم كاع، دوني شي حدا جمعية وصافي وسيرو ما بغاوش. قلتها لواحد عمتي في ألمانيا، قلت لها عمتي عاونيني ندوز نلقى العلاج والخايات ما كتحسن، ما بلوكاتني بالواتساب. الإخوان، واش كيبان لكم على أن هاد البنت معاقة؟ بالعكس، أنا كنشوف أن هداك الأب هو اللي معاق، عنده إعاقة هنا، حيت كون كان عقله سليم ما كانش غيتخلى على بنته، حيت بنته ماشي هي اللي اختارت هاد الشي، وإنما الله هو اللي خلقها هكا. داك الشي علاش ما عندوش الحق يجري عليها، حيت هو اللي ولدها وهو اللي جابها للدنيا، يعني هو اللي مسؤول عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حيت هاد الأب ملي رمى بنته للزنقة راه ما فكرش في المصير ديالها، وكنتمناو من الأمن يتدخلوا في هاد الموضوع ويعتقلوا هاد الأب ويحقوا معاه، حيت بالنسبة ليا هادي جريمة. باش أنك غترمي بنتك للزنقة واللي هي معاقة فكن أكيد أنها غتعرض لاغتصاب، حيت راه حنا عايشين في واحد المجتمع ملي تيلقاو شي بنت في الزنقة راه ما تيفرقوش ما بين بنت صحيحة ولا معاقة ولا مريضة ولا دايرة كرسي. أي بنت كتبان لهم سهلة كياكلوها. وإلا كاين شي واحد عنده معلومات على هاد البنت هادي يخليها لينا في التعليقات.